احسن تشكيله بالنسبه لي يعني ينجم يلعب بها المنتخب التونسي كونتر جزر القمر نهار الجمعه. التشكيله تعتمد على تشكيله 4-3-3. حراسه المرمى امان الله مميش، بالرغم اللي مميش قام برشا اخطاء مع الترجي في الماتشات الاخر، مش اول جارديان يغلط، خاطر الناس الكل تعرف اللي هو عنده امكانيات كبيره. ارير دروا عندنا بوشنيبه اللي قاعد يقدم في اداء محترم مع الترجي، وحتى في اخر ماتشواته مع تونس ما كانش خايب. ارير جوش ما عندي حتى شك علي العابدي اللي سبق له سجل كونتر بي اس جي في اخر مباراه ليه، واللي بدا يفرض روحه في نادي نيس. في اللاكس عندنا منتصر الطالبي بجنب الطالبي يزيونا من مرياح. انا الرالو كان يعطيو الفرصه لعلي غرام كاساسي. بيفو عندنا الياس الصخيري، وانا متاكد اللي بشي لاعب العيدوني. في اخر ماتشوات المنتخب التونسي العيدوني قاعد يلعب، اما الحق متاع ربي ماهوش العيدوني اللي نعرفوه. في الوسط عندنا حنا بعل المجبري، بالحق المجبري لازم فرصه. قاعدين نشوفوه مع بيرنلي كيف معاملين عليه، وقاعد يلعب كل ماتش وقاعد يقدم في اداء محترم مع جمعيته. بالحق لازم فرصه. وبجنب المجبري باش يكون حمزه رفيعه.